عسلامة، مرحبا بكم في قناتكم لاله ساره البسكريه. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو غايه الغايه. الفيديو تاع اليوم راح يكون فيه كيفيه ولا وصفه نستهلكوها بكثره في اطباقنا وما نقدروش نستغناو عليها، ورانا داخلنا شهر رمضان الكريم، يعني يكثر الطياب ونعودوا نشروها ديما من برا ونطيبوا بها. إبا قررت ان نحضرها لكم في الدار بطريقه صحيه، تقدروا تحضروها وحدكم بلا ما تشروها وتخرج لكم كميه وفيره. هي حاجه واحده انا خرجت منها 3 حوايج، شوفوا، صحيه واقتصاديه وبنينه وناجحه ومضمونه 100%. اكيد عرفتها وش هي، بصح مانيش راح نقول لكم، عرفتها من العنوان ومن الصور، مانيش راح نقول لكم حتى نتبعوا الوصفه معايا كامله. اذا حابين تعرفوها ما تزابيوش، خليكم معايا. هنا برك حبيت نوري لكم ماما وش حضرت. يعني وش فتلت هذاك النهار، دارت العيش خلاته يشيح يبس، يعني احنا نقولوا العيش وكاين اللي يقول بركوكس، وهذا راه ماهوش رمضان باش نتفاهموا، راهو الايامات العاديه. وحضرت ثاني راس الحانوت، دهبه برحاه. اللي ما شافتش الفيديو تاع راس الحانوت نقول لك غير يا عزيزتي شمري وروحي شوفي الفيديو تاع راس الحانوت باش تحضريه سواء رمضان هذا ولا الايامات الجايه، لانه اروع راس الحانوت راح تحضريه في حياتك. وهذا مش بشهادتي انا، بشهاده الجميع اللي جربوا الكيفيه ولا الوصفه تاع راس الحانوت تاع ماما، عجبتهم ياسر وعادوا ديما كيما نقولوا يحضروه بالطريقه هذه. يلا اللي ما شافتش الفيديو تاع راس الحانوت تروح تجري تشوفه وتحضر راس الحانوت تاعها بطريقه ولا اروع وبنه هايله. وفي الفيديو تاع روتين كاينه واحده خلت لي تعليق، قالت لي ساره قربي لي البلاره او زجاجه اللي فيها مسحوق التمر باش دير كابتيغ دو كرون. راني قربتها لك. هذا المسحوق مليح ياسر الناس اللي ما تشربش السكر في القهوه والحليب ولا دير ريجيم، لانه مخدوم مسحوق التمر وذوق تاعو ذوق الشوكولا. ديري ملعقه صغيره في القهوه والحليب تاعك، راح تحصلي على حلاوه طبيعيه والذوق تاعها ما شاء الله. واللي قالت لي هذا راهو روينه، ماهوش روينه، كما قلت لكم هذا مليح ياسر الناس اللي ما تشربش السكر واللي تدير في الريجيم. نبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. هنا نحتاجو في لي زانغريديون، نحتاجو كميه من الكرافسه، حوالي 9 حبات تاع جزر يعني زروديه، انا زدت خاطر ما هنا درت 4 من بعد زدت. نحتاج 2 حبات تاع بصله خضراء وكميه من المعدنوس. هنا الخضار راهي منقيه ومغسوله. ونحتاج كذلك دو كويس ولا زوج فخوذه ولا وركين تاع الدجاج وقرجوطه، حنا نقولوا القرجوطه وكاين اللي يقول العنقوق، وحبه بصله قطعتها الى شرائح، تقطعوها عشوائي البصله. 2 فلفله قاوجه يعني فلفله يابسه حمراء، حوالي 8 حبات تاع فلفل اسود حب، 3 حبات هيل، 2 اوراق رند، حبه و2 تاع جزر، 3 فصوص ثوم، ونصف ملعقه صغيره زنجبيل، ونصف ملعقه صغيره كركم، وملعقه اكل مش معمره السمن، وملعقه اكل زيت، وملح، والماء لازم الماء يكون سخون. وفي الطنجره حطيت ملعقه زيت، ضفت عليها السمن كما قلت لكم مكثروش السمن، غير ملعقه اكل مش معمره، وحطيت البصله والمكونات اللي قلتهم لكم، الزروديه والرند، الفلفل الاسود حب، والهيل. شوفوا الهيل اللي ما عندهاش والله اللي ما تحبوش تقدر تستغنى عليه، والفلفل اكحل يعني هذا الفلفل الاسود حب. اذا ما عندكش حب تقدري ديري الملحي عادي بصح ما تكثريش، ديري رشه خفيفه. وضفت ورقه تاع معدنوس وقليتهم، والثوم ما تقطعوش خلوه فص كيما راه. وحطيت توابل والملح ما كثرتش، قليتهم. وضفت الدجاج. هنا الدجاج تقدري ديري جنحين، تقدري ديري الكركاسه تاع الدجاج، ديري القرجوطه يعني العنقوق، المهم ما ديروش صدر لانه مش راح يطلق لكم الدهون. بعد ما قليت الدجاج ضفت الماء وضفت فلفله القاوجه وخليت الدجاج تاعي يطيب حتى تختار عندي لاصوص ولا المرقه ولا شوربه تاع الدجاج. المهم هنايا رحت ندير في الزروديه بهذا الشكل، درتها شرائح رقيقه خلاص. وانا الكميه هذه راهي ما كفتنيش، زدت كميه واحده اخرى كما قلت لكم في البدايه، درت حوالي 9 حبات تاع زروديه، والكميه اللي زدتها سكرفجتها يعني درتها في لاراب وبرشتها. يعني تحبي ديري الطريقه هذه ولا تحبي تبرشي الزروديه تاعك. في سنه الطهي فرشت ورق الطهي
وفي نفس الوقت راني حاله الفرن تاعي لدرجه حراره تكون ناقصه، وندخل الزروديه جوست برك تنشف، مش طيب حتى تحرق ولا تكرمل، حبتها تنشف وتبقى محافظت لي على اللون تاعها. يعني كي تحطوها في الفرن تولهولها باش ما تحرقش الزروديه تاعكم، خلوها غير تنشف وتبقى محافظه على اللون تاعها. وهنا نكمل نقطع الخضار تاعي اللي هي البصله والكرافسه والمعدنوس، ونرجع لكم نحضروا الكيفيه تاعنا مع بعضنا. نحيت الزروديه من الفرن جوست بار كيما قلت لكم تنشف، حتى لو كانت تبقى لكم نديه شويه معليش، لانه رايحين نعاودوا نطلعوهم ولا نخرجوهم للشمس اذا عاودوا ينشفوا. نفس الشيء نديروا مع البصله، ندير نشفها، ونفس الشيء نديروا مع المعدنوس والكرافسه كيما قلت لكم جوست برك ينشفوا، ما تخلوهمش يتحرقوا ولا يتكرملوا حتى يتبدل لكم الطعم تاعهم ما يجيكمش بنين. راح نشفوهم نعاودوا نطلعوهم للشمس ولا نخرجوهم للشمس اذا عاودوا يبسوا مليح. بعد ما طاب الدجاج نحيته ونصفي لاصوص هذه نصفيها. انا صفيتها وخليتها بردت بجهه، بعد درتها في علبه وحطيتها في الثلاجه. وفصصت الدجاج نحيت له العظام والجلده لانه ما نحتاجهمش، نحتاج غير الهبره. عاودت رحيتهم مليح، يعني رحيتهم تماما وحطيتهم على ورق الطهي، نفس الورق الطهي اللي درت فيه الخضار درت فيه الدجاج، ودخلته للفرن على درجه حراره تكون ناقصه خلاص، جيست برك حتى هو ينشف يتبدل اللون تاعو، عود يابس شويه، يبس يعني طول مش غير شويه. خليته برد مليح وانا رحيته، يعني نرحوه بعد ما يبرد. رحيته حتى نتحصلت على مسحوق غبره الدجاج، عاود درته في علبه وحطيته في الثلاجه. هذه الزروديه والبصله كي حطيتهم في الشمس كما قلت لكم نتوما حسب الشمس تاعكم، تدي لكم صبحيه يعني نهار، تدي لكم نهارين. يعني انا كانت الشمس سخونه يبس لي يعني صبحيه العشويه هبطتهم. هنا شوفوا الخضار تاعي بعد ما يبست، البصله بعد ما يبست، الزروديه كما قلت لكم الزروديه راني زدت الكميه، الكرافسه والمعدنوس. بالنسبه للكرافسه والمعدنوس اذا عدتي ما كاينش مزروبه بالكيفيه تقدري تقطعيهم عادي وتحطيهم ينشفوا يعني في الهواء كيما نديروا النعناع. وريحه البصله، شوفوا هنا البصله كاين نوعيه تاع بصله كي ميم كي يبسوها وكي نروحوها تتعجن تبقى تطلق في الزيت تاعها. في حالة اذا ما طحتي في البصله هذه راح نعطيك واحد ونص، ديري ملعقه صغيره تاع فرينه، حنا ماذا بينا نتجنبوا الفرينه بصح كان حصلتي كي تجي ترحي البصله عرفتيها من النوعيه هذه اللي تطلق الزيت، ديري ملعقه صغيره تاع فرينه ورحي البصله تاعك وصفيها. كيما شفتوا رحيت البصله صفيتها، نفس الشيء مع الزروديه والكرافسه. وكي نصفوهم هذيك المكونات اللي تبقى خشينه ما نرموهمش حتى هما نحتاجهم. وهنا لحقنا المرحله المهمه اللي راح نحضروا بها مرق الدجاج والجمبو. كما شفتوا هذه المكونات اللي رحيتها الزروديه والبصله والكرافسه والمعدنوس المعدنوس والدجاج. هذه المراحل تاع التحضير تاع الخضار اللي تقطعوهم وتدخلوهم للفرن وتخلوهم يبسوا وتعاودوا تطلعوهم للشمس وترحوهم، ديروه من نهار ولا نهارين مسبق باش كي تلحقوا المرحله هذه تجيكم سهله. كما انا حضرتهم الافونس ومن بعد باش الغدوه كما نقولوا العشيه خلاص باش درت يعني بديت نحضر في المرحله هذه. نحتاج المكونات اللي رحيتها معاكم، ونحتاج ملعقه اكل ملح، ملعقه اكل فلفل يعني فلفل اسود، ملعقه اكل زنجبيل، ملعقه اكل كركم، ملعقه اكل ونصف ثوم بودر،
ملعقه اكل كاري، وملعقه اكل كزبر مرحي. هنا حطيت مسحوق ولا غبره تاع الدجاج اللي كنت حضرتها ورحيتها. هذه الغبره تاع الدجاج تقدروا ديروها في بلاصه لا شابلور، يعني في بلاصه الخبز اليابس تحضروا به الاكل تاعكم، تبلوا بها الدجاج، ديروها في الكفته، ديروها في السوب، يعني راح تعطي بنه هايله يعني في الاكل تاعكم، حتى بلا ما تتبلوها، يعني تسرحوها بنفس الطريقه وتحطوها في الثلاجه. وضفت بودر الجزر اللي جاتني حوالي 3 ملعق اكل ونصف. نضيف بودر البصل، بصله بودر 3 ملاعق اكل بصله. ونضيف المعدنوس جا حوالي ملعقه اكل. وضفت الثوم ملعقه اكل ونصف ثوم بودر، الثوم اللي قلت لكم عليه قبل اللي خدمته خالتي في الدار ورحاته. يعني هذه المكونات كامل راهي طبيعيه 100%. حتى الثوم تقدر تحضريه بنفس الطريقه اللي درت بها الخضار، تقطعيه وتدخليه للفرن جوست برك ينشف، بعد تخليه لبرا وتعاودي تسرحيه. ونضيف ملعقه اكل ملح معمره. هنا الملح تحبي تزيدي تحبي تنقصي، بصح كيما نعرفوا المرق الدجاج يدي يعني الملح. وملعقه اكل كزبر مرحي. يعني في المرحله هذه ما نضيفش غير الكرافس والكاري. وضفت ملعقه اكل فلفل اسود، ملعقه اكل زنجبيل، ملعقه اكل كركم، ونخلطهم مليح. نعاود كي نخلطهم نقسم الكميه هذه على 2. بعد ما قسمت الكميه على 2 ضفت ملعقه اكل كاري والكرافسه، الكرافسه كذلك ملعقه اكل. الكاري اذا عندك ديري، اذا ما عندكش تقدري تستغني عليه، مع انه يتباع يعني عند العشابه، يعني اللي يبيعوا التوابل. خلطتهم مليح ودرتو فيه علبه زجاجيه تاع توابل، خرج لي الكميه هذه وزياده. وكي تخلطوا فيه تضرب واحد الريحه روعه روعه روعه. شوفوا كميه ربي يبارك وفيره، نعقب بها رمضان ونفضل. ورحت نحضر في الجامبو اللي هو مكعب الدجاج. ضفت الكميه اللي بقات، ضفت عليها 3 ملاعق اكل بصله، ونصف ملعقه صغيره ملح، زيت الملح. وهذه مرق الدجاج اللي خليته برد في الثلاجه عاد كجيلاتين، وملعقه اكل السمن، ونخلطهم مليح. على واش نضيف مرق الدجاج؟ لانه راح يزيد يعطي نكهه في الجامبو تاعنا ويخليه يتماسك. كذلك نفس الشيء السمن يخلي الجامبو يتماسك، وكي نطيبه بالجامبو راح يجي بنين الطعم تاعو. درتو في كيس حلواني، انا درتهم في ليمول هذو. انا الشكل يبقى اختيار، ديري في ليمول هذا وديري في ليمول تاع السيليكون حجم صغير، ديري في ان بلا كبير تخليه يبرد بعد تقصيه، يعني الشكل يبقى اختياري، تشكليه كيما حبيتي، المهم في البنه. وحطيتهم في الثلاجه مده 5 سوايع ولا 6، يعني بردوا تماما. عاودت نحيتهم بكل سهوله، وهذا هو الشكل تحصلت عليه. كما قلت لكم ما يهمش في الشكل، المهم البنه. جبت علبه، فرشت ورقه تاع بلاستيك هذا، ونعاود نخبي جنبو تاعي بهذه الطريقه. درت الطبقه الاولى، نعاود نرجع الورق تاع البلاستيك. هنا شوفوا في حاله اذا ما درتو في ليمون هذو الصغار ما حبوش يخرجوا لكم، ديري برك براس الموس، يعني براس السكين يخرجوا لكم فاسيلمون بكل سهوله. والكميه اللي بقات لي درتها في علبه، بعد ما بردت قطعتها خرجت لي هذا الشكل. يعني كتحبوا ديروا في ان بلا كبير تبرد لكم، كي تقطعوها تجيكم هذا الشكل. شوفوا تحصلت على جامبو روعه. هنا فرميت العلبه تاعي مليح، ونحطهم في الثلاجه في بلاصه بارده ونطيب بهم وانا مطمنه. هذا هو مكعب الدجاج او جامبو اللي درناه. هذه هنايا المكونات اللي قلت لكم كي نصفوهم يبقاو خشان تاع الزروديه والبصله والكرافس والمعدنوس، خلطتهم يعني تحصلت الاعشاب عطريه. وهذا مسحوق تاع مرق الدجاج، يعني حاجه واحده خرج منها 3 حوايج ولا 4. والريحه تاعو طالعه ما شاء الله، واش نقول لكم ربي يبارك، ريحته طالعه بنفنف. وطيبوا به اي حاجه تحبوا تطيبوا به، لا سوب، الحريره، ديروه في الشوربه، في المراقي، مرقه بيضه، مرقه حمراء، في ليبات، في الصلصات،
يعني اي حاجه تبلو به، شاورما، الدجاج، الحوت، الكفته. يعني انت لك حريه الاختيار في يعني باش فاش ديريه. واللي ما عندهاش الكاري قلت لكم تقدر تستغنى عليه. واذا عاد الجو سخون ياسر تقدروا تحطوه في الثلاجه. وهذو المكونات اللي قاعدوا النخشان، البصله والزروديه والكرافسه والمعدنوس ما رميتهمش، انا درتهم في القاروره زجاجيه هذه، تقدروا ديروهم في علبه. نكه بهم صلصه تاعي، نديرهم فوق الخبز، فوق الفوكاشيا، في البيتزا، في الخضر، في الكوشه. يعني ندير بهم اي حاجه. تقدروا تضيفوا لهم كذلك نعناع ولا زعتره، وانت متحصله على اعشاب عطريه. وهذاك الجامبو او مكعب الدجاج ثاني ما شاء الله ذوقه هايل، ذوق مختلف على المرق الدجاج المسحوق. شفتوني حضرته ما فيه ني فرينه ني نشا، مكونات بسيطه جدا وانت محضره الحوايج هذه. لاش تا سيدي حضرون بالكركسه تاع الدجاج، بالجنحين، بالقرجوطه، مش شرط بالكويس، المهم حاجه صحيه. الكرافسه والبصله والمعدنوس يا خيارهم ديما عندنا في الدار، والزروديه. حاجه واحده خرج منها 3 حوايج. وكان لاحظتوا بلي ما طيشت حتى حاجه في الوصفه هذه، طيشت غير العظم تاع الدجاج والجلده. نتمنى انكم تجربوا الوصفات هذو لانهم صحيين، ومتاكده كي تجربوا الجامبو والمسحوق والاعشاب العطريه هذه مش رايحين تندموا. ملي تمدوا الوصفه راح يعطيكم دعوه الخير من الفوق. على بالي كسرت لكم راسكم بالهضره، يلا غالبا سمحوا لي، المهم باش نوصل لكم وصفه كامله ومكمله. اذا عجبكم الفيديو وصلوا للفيديو لاكبر عدد من المشاهدات واللايكات، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد من فيديوهاتي. في الاخير نقول لكم نحبكم ياسر ياسر، علينا وعلى عيونكم بألف عافيه.